ومعنا مباشرة من القصر الجمهوري سيدة الشيح والحنظل والصبار الشوكي أسماء الأخرس لتحدثنا عن أهم التطورات بعد إصابتها بالمرض. أسماء، حكينا من لما تم الإعلان عن إصابتك بالمرض؟ من لما تم إعلان خبر إصابتي باللوكيميا وصلتني كتير من رسائلكم المليئة بالمحبة والمساندة. محبة ومساندة؟ أسماء، مرضانة ويمكن تموتي، كذب ولف ودوران وانفصام عن الواقع، بلا رسائل محبة ومساندة. هذا الحكي ما عاد تقدري تضحكي فيه على حدا، حتى على حالك وجوزك وأولادك وأقرب الناس إليك. ليكيني أنا وكل السوريين عم نتابع على وسائل التواصل الاجتماعي وعم نقرأ الردود من الناس على الخبر. هلق إيه، ممكن تكون في رسائل كولكة، تطبيل، من اشكالات هذا شادي حلوة، باسم ماخور، حسين مرتضى وشلة هزبلعجية. ايه، هدول بيعملوها لأنه بياخدوا دروس باللف والدوران والانفصام منك ومن جوزك. بس تقليلي رسائل محبة من السوريين، محبة كتير كبيرة الهبدة أسماء. ايه، ولسه مستمرة بالهبد والدعاء والاستجداء. وأنا حاخوض هالمعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم. إلهي يبعث لك 12 سوا، نار وبارود وهوا وصياح ونياح وغز رماح وعمى وفالج وكرساح وفقر وغضب الوالدين يا مقطع العين. يعني تعالي نتصور مثلا كيف ممكن تكون الرسائل اللي رح توصلك من أهالي المعتقلين مثلا، اللي ما شافوا أولادهم من أكثر من 10 سنين واللي قتل بعضهم تحت التعذيب. كيف ممكن تكون؟ بيقولوا لك الله يشفيكي؟ كيف ممكن تكون الرسائل اللي رح توصلك من أمهات الشهداء اللي باركتي قتلهم بكل أنواع الأسلحة؟ كيف؟ بدي يقولوا لك الله يشفيكي؟ هذا طبعا بالإضافة لرسائل السوريين بالصوت والصورة وطيلة 14 سنة وبكل المحافظات والساحات السورية، إسقاط وتخوين ووصف لأفعالكم البشعة بحق شعب وبلد بأكمله. هذا ما كنت تسمعي. والسؤال هون، ليش هاي الرسائل ما وصلتك؟ ليش ما طلعتي ولا مرة وقريتي لنا إياها؟ ليش كانت عيونك معمية عن شوفتها؟ ما كان عندك نت يومتها، مو هيك؟ ما كان في شبكة. يا سيدة الشيح والحنظل والصبار الشوكي، بلباسك الحلو وتسريحة شعراتك وكلامك المعسول وصوتك الحاني، صدقيني ما عاد تقدري تضحكي على حدا. وليكي نحن ما بنكذب مثلكم، صدقيني لسه عندك فرصة، لسه عندك فرصة قبل ما تموتي وتكوني مع جوزك بصفحات سوريا السوداء، انه تطلع اليوم وبنفس هذا الفيديو واللباس الحلو والكاميرا والإضاءة تحكي وتعترفي بكل الجرائم اللي باركتيها وكنت شاهد عليها. عسى انه الشعب والتاريخ يقدر يساعدك بيوم من الأيام.